شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اسف ان انا بنزلش فيديوهات بقالي كتير. انا قلت لكم قبل كده ان انا مش عايز اصور فيديوهات لثانويه عامه خالص. الكواليتي مش هتكون احسن حاجه، في دوشه، اي بص مش متحضر له عادي. يعني انتوا كده كده متعودين مني ان انا بطلع اتكلم معاكم نفضفض شويه وخلاص. عايز بس اقول حاجه، الناس اللي لسه مراكمه حاجات كتير في المنهج ولسه بتتنطط من فيديو لفيديو اللي هو مراكم كل شهر هبدا منين، ولسه بتتفرج على خطه شهر واحد وخطه شهر اتنين وخطه شهر تلاته وخطه شهر اربعه. يعني ما خلاص بقى، الحاجات دي كانت بتبقى في بداية السنة عشان تديك جاهزية انك تبدأ السنة، بس ملهاش لازمة دلوقتي، دي حرفيا بتضيع وقتك. في كومنت قابلني كذا مرة في 4 فيديوهات مثلا أو 4 مرات أعتقد، أو في 4 فيديوهات حاجة زي كده، بس شفته كتير يعني بتاع اللي هو عايز أقسم السنة، لو عشان ما بقاش طالع عن طاقتك وأزودها عليك. وانت دلوقتي ما حصلكش حاجة في السنة، زي مثلا والدتك والدك بعد الشر حد منهم اتوفى، حصل لك مرض اللي هو ترقد خالص يعني مش قادر، ده اللي تقسم السنة وده اللي تعمل كل الحاجات اللي انت عايز تعملها وانك تعيد كل حاجات انت عايز تعملها في دماغك دي، ده اوكي. لكن انك عشان مش عارف تذاكر مادة عايز تقسم السنة، هتعيش الضغط سنتين، ضيعت من حياتك سنة في نفس الضغط في نفس كل حاجة. بص عشان افهمك حاجة، ثانوية عامة ضغطتها سواء هم كلهم 10 مواد او مادة واحدة هي هتفضل نفس الضغط. بص اللي عايز برضه افهمك حاجة، ان الانسان اللي بيختار دايما السهل، تمام، صدقني عمره ما يتغير. يعني ازاي؟ لو انت بتحاول تهرب من الضغط اللي عليك اللي هم 6 مواد، طب تعالى نقسم السنة دي سنتين، ناخد مش عارف مادتين منها 3 هنا، الحوارات اللي في دماغك دي، فصدقني هتفضل نفس الانسان ده هو اللي ما بيذاكرش دلوقتي، هو اللي مش هيذاكر لو عليه مادة. فبلاش يعني، أنا بنصحك بحاجة هتبهدلك، هتستنزفك مش بس في الطاقة بتاعتك ونفسيتك وكده، هتستنزفك في كل حاجة حرفيا. بصراحة لو رجع بيا الزمن ورجعت ثانوية عامة وفي نفس الوقت ده اللي هو في شهر واحد وشهر اتنين قرب، لسه بدري طبعا، أنا بداية شهر اتنين يعني بس هيبقى قرب، حرفيا كنت أحب أوي أقعد مع نفسي، تمام، بعيدا بقى عن فيديوهات وبعيدا عن القرف مالي السوشيال ميديا ده والتشتيت اللي هيخليك دايما مش عارف تبدأ منين أو تعمل ايه. ده مش هيفيدك أصلا. كنت هقعد مع نفسي أشوف أنا مراكم ايه، طب أنا كويس في ايه، طب المفروض أحل ايه عشان الدنيا تظبط معايا. بص أنا دايما مقتنع إن كل واحد فينا عارف فين الجزء اللي هو واقع فيه، عارف ايه الحته اللي ما بيعرفش يحل فيها، عارف ايه الجزء اللي هو سايبه، ايه الحاجه اللي بيهرب منها. ما تفكرش في حاجه مش وقتها، يعني انت بتفكر في النتيجه واحنا لسه في شهر واحد، طب انا لو بدات هجيب مجموع، لو ما بداتش مش هجيب مجموع، طب لو عملت ايه مش عارف ايه. يا عم فكك يا عم، يا عم هي اخر الدنيا. طب ما تعمل اللي عليك، جبت الكليه يبقى انت عملت اللي عليك، ما جبتش الكليه برضه عملت اللي عليك. انت عايز ايه يعني؟ هو انا قلت لك انك هتجيب الكليه، هتعمل ايه دلوقتي؟ مش هتذاكر يعني ولا هتذاكر؟ يعني في كلتا الحالتين المفروض تذاكر، تمام، واعمل اللي عليك والباقي سيبه على ربنا بقى، انت عايز ايه تاني؟ اخر حاجه ممكن اقولها لك قبل ما اقفل الفيديو، عشان ممكن تكون ما استفدتش قوي او انا ما قلتش حاجه، بس انا حابب اتكلم معاك وخلاص. بص، اعتقد في مدرسين دلوقتي هيدوا اجازه او بالفعل خلاص ادوك اجازه. انت المفروض تعمل ايه فيها؟ طبعا نفسرها شويه دي. دلوقتي عايز اقول لك حاجتين، في مدرسين ادوا اجازه وشغالين في معسكرات، تمام، وانت طبعا انت عارف رايي عن المعسكرات وعملت لك حاجات كتير، تمام، بس انا عايز افهمك حاجه مفيده يعني هتفيدك. لو انت بقى مراكم بالباب مثلا ومراكم حاجات كتير، المعسكرات هتفيدك اكيد، تمام، لو مع حد بيرضي ضميره وبيشرحها كويس يعني، اكيد هتفيدك. ما هو انت عايز تلم مثلا بابين ولا حاجه بسرعه، اكيد هتبقى المعسكرات مفيده ليك، سهر كتير في الحته دي. لكن مثلا انت شخص في كل ماده مراكم، محاضره هنا، محاضرتين هنا، محاضره هنا، 3 محاضرات هنا، حاجات كده في كل ماده، محاضره اتنين مش عارف ايه، يبقى المعسكرات مش مفيده ليك. ليه بقى؟ ما تضيعش مثلا كل طاقتك والاجازه كلها في انك تذاكر ماده واحده بس وتعمل لها معسكر ولا مادتين. انا عايزك تلم كل اللي متراكم عليك ده في الاسبوعين دول، استغلهم، هما بينزلوش محاضرات، يبقى انا لم كل اللي فاتني. بتكلم في ايه؟ لو هي كانت حاجه قليله انت قادر عليها، بص انت قادر على اي حاجه عموما، بص انت اي حاجه قادر عليها ما عدا لو في كل ماده بابين ما بداتش. اكيد المعسكرات مفيده ليك، واكيد المراجعات بتاعت السنين اللي قبل كده لما تتفرج عليها هتفيدك في الابواب اللي انت عايز تلمها بسرعه دي. لكن لو انت في كل ماده محاضره اتنين بتاع، بلاش معسكر، وما تجيش تقول لي اصل انا عايز اراجع على اللي فات، تراجع اللي فات انت مراكم في مواد تانية، اظبط حالك في كله، ما تجيش تقول لي اصل انا ايه عايز اعيد على الماده دي. يا عم عيد عليها مع حالك، بس انجز المتراكم عليك، يعني في اولويات، خليك ماشي بالاولويه. بس كده الفيديو خلص. اعمل لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، واقترح عليا ان ننزل فيديوهات ايه الفتره الجايه، مع ان انا مش عارف انا هصور فيديوهات تاني ولا لا، ولا الفيديو ده هينزل ولا لا. في حاجات كتير عايزين نعملها بس يعني مفيش طاقه، فاشوفكم فيديوهات جايه كتير او معرفش. المهم اتمنى كلكم توصلوا اللي انتوا عاوزينه، واشوفكم فيديوهات تانية بقى يعني، هتشوفوني. يلا سلام.